فيلمنا بيبدأ مع شاب متهم بجريمة قتل حبيبته ميرين، وبتطارد الصحافة في كل مكان علشان تاخد منه أي تصريح بخصوص الجريمة، وبيساندوا أخوه تيري ووالده ووالدته، وبيجي ليه وبيقول له إن المختبر اللي كان مسؤول عن تحليل العينات والحمض النووي الخاص بجثة ميرين اتحرق الصبح، وكل العينات اتدمرت، ودي كارثة بالنسبة له لأنه ما بقاش في دليل على براءته. فبيروح يقعد في بيت الشجرة اللي كان دايما بيقابل فيه ميرين، ونفس المكان اللي اتقتلت فيه، وبيلاقي أهل المدينة جايين يصلوا عليها ويدعوا ليها تحت البيت، وبيفضل مستخبي في البيت لحد ما بيمشوا، وبعدها بينزل وهو في شدة عصبيته وبيفضل يكسر في الرموز الدينية المحطوطة على روح ميرين، وبتجيله جنية صديقته علشان تحاول تهديه، وبيصحى تاني يوم وبتكون هي جنبه، وبيحس ان في حاجة غلط في دماغه، وبيبص في المراية فبيلاقي ان في بدأت تطلع من دماغه. بيسألها ان كانت شايفة اي حاجة غريبة فيه، وبتقوله انها شايفة قرونه وما بتفرقش معاها، وبتسأله لو ممكن تاكل كل قطع الدونس الموجودة قدامها، وبتبدأ الجنية في اكلهم بمنتهى الشراهة، وبتتألم بسبب ان الدونتس بيتعبها، ومع ذلك بتكمل اكل، وبتقوله انها هتاكلهم لانها عايزة تبقى تخينة، لان كده كده محدش بيحبها ولا عايز يبقى معاها. وبيجري على عيادة الدكتور رينالد علشان يشوف له حل في القرون اللي طلعت ليه، وبياخد ورقة علشان يملي بياناته من الاستقبال، وبيقعد جنب ست بنتها عمالة تصرخ، وبتبصله وتقوله انها عايزة تقوم تضرب بنتها، او ممكن تسيبها في العيادة وتهرب وتطلق جوزها وتهرب مع عشيقها اللي هي بتحبه، وبتستأذنه انها تعمل كده، فبيخاف منها ويقوم يسلم ورقة بياناته للست اللي في الاستقبال اللي بتقوله انها عايزة تصرخ في والدة البنت المزعجة دي، فبيوافقها على كلامها. فبتقوم الست تصرخ في الام فعلا وتشتمها، وبتتعصب الام وبيحاول يهديها ويمسك ايديها، فبيشوف لحظات من حياتها زي خيانتها لجوزها وصريخ بنتها الدايم في البيت، وبيلاقي البنت الصغيره بتقوله انها نفسها تولع في امها وفي البيت بتاعها، وبيفهمش ليه هو الناس كلها بتصارحه بكل سهوله، ولكن دكتور رينالد بيدخل وبيساله عن شكوته ايه، وبيساله هو ازاي مش شايف ان في حاجه غريبه في وشه. الدكتور شاف قرونه، ولكنه بمجرد ما بيبص في حته تانية بينسى انهم موجودين اصلا، وبيقوله انه بيتمنى انه يعمل علاقه مع صاحبه بنته وانه مش قادر ينساها، وبيأمره انه يشيل القرون دي باي شكل من الاشكال، وبيوافق الدكتور وبيديله بنج لحد ما بينشر القرون من راسه. من البنج اللي خده بيلاقي ان قرونه زي ما هي ومفيش امل انه يتخلص منها، فبيجري على قس الكنيسه وبيساله اذا كان في اي طريقه يتخلص بيها من القرون دي، فبيقول له ان القرون دي من اعماله بسبب قتله البنت بريئه، وانه انسب حل ليه انه يروح للمكان اللي ماتت فيه ميرين ويشنق نفسه ويخلص العالم من شره. وبيلاقي ان مفيش فايده من القس، وبيروح لصديقه علشان يشوف له حل في القرون دي، ولكنه بيقول له انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه، وان مفيش حاجه غريبه شايفها في دماغك اصلا، وبيخمن ان القرون ما بيشوفهاش الاشخاص طيبه، فبيسيبه وبيطلع على مامته، واللي اول ما بتشوفه بتقول له انها مش طايقاه، وبتتمنى لو يمشي يسافر بعيد علشان ما تشوفوش تاني، وان نفسها ما تسمعش صوته حتى، وبتتمنى لو يغور من وشها باقي حياتها علشان ترجع سعيده تاني. فبيقرر يستغل القرون اللي عنده وانه يدور على القاتل بنفسه، وبيقدر يتخلص من الصحافه اللي بتطارده عن طريق انه بيقول لهم انهم يتخانقوا سوا، واللي هيفوز هيعمل معاه مقابله حصريه، وبينزلوا ضربه في بعض، وبيسيبهم ويدخل الحانه اللي بيقعد فيها، وبيطلب من الموجودين ان اي حد عنده معلومه ممكن تساعد يقولها فورا. فبيقول واحد من اللي قاعدين انه عارف مين الشاهد الجديد اللي في القضيه، وهي الجرسونه بتاعه المطعم، لانها اخر واحده شافته مع ميرين قبل موتها، وبيفتكر ان اخر مره كان مع ميرين في المطعم كان علشان يعرض عليها الجواز، لكنها قالت له انها عايزه تسيبه وتسافر، وانها مش عايزه تكمل معاه، وانه يستحق الافضل، وانه لازم يتعرف على غيرها لانها ما بقتش تحبه. فقد اعصابه واتخانق معاها بسبب انه افتكرها بتخونه وعايزه تسيبه علشان حد تاني. وبيقابل اخوه تيري وهو خارج من المطعم، وبيحصل الكلام ده قدام الجرسونه وصاحب المطعم، فبيتحرك على المطعم اللي كان فيه، وبيقابل الجرسونه اللي هي الشاهده الجديده في القضيه، وبيسالها عن اللي قالته للشرطه، وبتقول له انها كذبت والفت قصه وهميه عنه هو وميرين، لانها عايزه صورتها تبان في كل الجرايد والمجلات، وانها بتتمنى تبقى مشهوره حتى لو عن طريق الكذب. وبيسيبها ويطلع على الكازينو اللي كان بيعزف فيه اخوه، وبيقول له ان الجرسونه هتشهد قدام المحكمه بالكذب لانها مريضه شهره وعايزه تتشهر باي ثمن. وبيأكد له تيري انه عارف ان الجرسونه كدابه لان ميرين مشيت معاه يوم موتها، ولكن ما بيكونش عارف كده، وبيجبر اخوه انه يقول له اللي يعرفه. فبيحكي ليه تيري ان هو اللي روحها للبيت، وخلال الطريق حاول يتحرش بيها، لكنها امرته يوقف العربيه ونزلت منها ناحيه الغابه، وقال لها انه هيفضل مستنيها في العربيه لحد ما ترجع، لكنه راح في النوم وصحى تاني يوم
لقى جنبه صخرة عليها دم، ونزل راح بيت الشجرة ولقى ميرين مقتولة تحته، وسابها وهرب ورمى هدومه والصخرة في المية. وبيكمل ضرب في اخوه بسبب انه تعدى حدود المدينة، بتيجي الشرطة وبتعتقله بسبب انه عدى حدود المدينة وده ممنوع عليه، وبيترمي في السجن لتاني يوم لحد ما بيجي وبيخرجه وبيحكي له كل اللي حصل، وانه استخدم قرونه علشان يخلي تيري يعترف بكل حاجة، وبياخد باله ان ليه لابس سلسلة ميرين اللي فيها صليب، وبيسأله سبب وجود السلسلة دي معاه، وبيقول له ان في حاجات كتير هو ما يعرفهاش عن ميرين، وانها كانت بتحبه هو، وبيخمن ليه هو الشخص اللي كانت هتهرب معاه، علشان كده كانت عايزة تهجره هو. وبيكتشف ان صديقه الوحيد هو كمان خاين، وبيطلع على مكان مهجور وبيحاول انه يتخلص من القرون اللي فيه، لكنه بيكتشف انه قادر يتحكم في التعابين اللي موجودة، فبيقرر انه ينتقم بطريقته من كل شخص له علاقة بميرين، واولهم الجرسونة، وبيخلي التعابين يلدعوها وهي في عربيتها وبيشوهوا وشها، وبيسيبها ويطلع على بيت اخوه تيري ويبدأ يعاتبه على اللي هو عمله في ميرين، وانه محاولش ينقذها حتى، وبيسيبه ويمشي علشان يقابله ويتخانق معاه بسبب انه خبى عن علاقته بميرين. ولكن إيج بيخلع الصليب من حوالين رقبته بالغلط وهم بيتخانقوا، وفجأة بيشوف القرون اللي في راس إيج، وبيفهم ان الصليب هو اللي كان مانع ليه انه يشوف القرون وانه يقول له الحقيقة، وبيأمره انه يحكي ليه كل اللي يعرفه، وبيقول له انه ما كانش قاصد يقتلها، وانه كان موجود برا المطعم ومشى ورا عربية تيري، اما اخد ميرين وراح وراها، وكان فاكر ان ميرين بتحبه، لكنها قالت له انها مش بتحبه ومش هتحب حد زيه ابدا، وده اللي استفزه وخلاه يغتصبها، وبعدها ضربها بالصخرة وسابها ميتة. وبيقدر انه يضرب إيج ويحطه في عربيته هو كمان ويولع فيها علشان يقتله، وبيسوق إيج عربيته وبينط في البحر، وبيبلغ الشرطة ان إيج انتحر بسبب شعوره بالذنب، وبيسمع اهل إيج الخبر واخوه اللي في المستشفى، وبيجي الليل ويطلع إيج من البحر، وبيستغرب هو ازاي ما ماتش، بس بيخمن ان دي موهبة جديدة للقرون اللي عنده، وبيطلع على بيت ميرين وهو شكله نص محروق، وبيقابل ابو ميرين وبيقول له انه عارف مين القاتل الحقيقي، وانه مش هيسيبه الا لما ينتقم لقتل ميرين، وبيحاول يدي سلسلة الصليب لابوها، لكن ابوها بيقول له انه مش محتاجها اكتر منه، وبيلبسها ويرجع لشكله الطبيعي زي الاول تاني، وبيطلع على بيت الشجرة وبيستخدم المفتاح علشان يفتح المخزن اللي فيه، وبيلاقي رسالة من ميرين بتقول له فيها انها عارفة انه هيطلب منها الجواز قريب، وتتمنى انها توافق على الجواز، لكنها عرفت انها مريضة بالسرطان زي والدتها المتوفية، وانها قررت تسيبه علشان ما يتمسكش بواحدة هتموت قريب ومش هتحب حد قده ابدا. فبيطلع على بيت ليه اللي مش بيكون فاكر حاجة من اخر مواجهة بينهم، بسبب ان الام بتخلي الشخص اللي بيعترف ما بيفتكرش انه اعترف. بيروح إيج على بيت الشجرة وبيطلب إيج منه انه يعترف بقتل ميرين قدام الضابط اللي تيري جابه علشان يعترف قدامه، ولكن بيقدر انه يهجم على الضابط وبياخد البندقية منه وبيضرب النار على رجل تيري، بيهدد إيج بيها، وبيضطر إيج انه يخلع سلسلة ميرين من رقبته، وبيتحول لكائن غريب شبه الشيطان، فما بيتأثرش بطلقات البندقية، فبيقوم طالع له بقرونه وبيقع وبتقضي عليه التعابين، وبيموت إيج بين ايد اخوه تيري وبيتحول لرماد. قصة خيالية كتبها محمد كشك وسجلها احمد كشك اللي هو انا يا جماعة، ومنتجها باسل عمر.